بسم الله. كتير قوي لدرجة ان الواحد زهق من قصة عمال على بطال، اصل فلان نرجسي، اصل فلانة نرجسية. وبعدين احنا بقى بنقعد مع الناس النرجسيين دول ما بنلاقيهمش نرجسيين قوي. يعني اضطراب الشخصية النرجسية ده من الاضطرابات اللي بتقع في مجموعة اضطرابات اسمهم كلاستر بي عند الامريكان، عاملينهم في الكتاب كده بتاع الامراض النفسية. هي شخصيات مزعجة شوية، منها الشخصيات الهستيرية اللي كل ما يبقى عايز حاجة ولا تبقى عايزة حاجة يصرخ ويصوت وده يكسر الدنيا وبتاع. النرجسي ما بيحسش الا بنفسه، ما بيفكرش الا في نفسه، ومخلوق متصور ان العالم موجود علشان يخدم على مزاج سعادته وبس. بقية الناس ما هم الا ادوات. يعني كده باشا في نفسه كده. السؤال اللي على طول بيطرح نفسه نتعامل معاهم ازاي، ولحد دلوقتي ببساطة شديدة العلوم اجمعت على انه ما تتعاملش حضرتك معاهم. اذكى الناس اللي بيتعاملوا مع الشخصيات النرجسية لقيتهم بيعرفوا يمشوا حالهم معاهم. انما ان النرجسي يتغير، انا لحد دلوقتي اعتبر نفسي صغير، ما شفتش حالات كتير، بس ما شفتش نرجسي يتعالج. انما بيقولوا انه ما بيتعالجش الا لما بيصاب بصدمه شرسه جدا 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 تخلص عليه، يعني فيبتدي يعيد تفكير في قصه رؤيته لنفسه ولمن حوله في الحياه، او للحياه نفسها، انها مش موجوده بس عشان حضرتك موجود برضه عشانها. يعني لازم تديها علشان تديك، ويبقى في كده اخذ وعطا بينك وبينها وبينك وبين الناس اللي حواليك. ربنا يشفي مرضانا جميعا ويسترها علينا وعليكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم.